شکاد شرفانیمه آلارین هجاد شرفانیمه آلارین هجاد شرفانیمه شهداؤنا أحياء في قلوبنا لا يموتون. شهيد نامرة. الآن ندعو الشيخ فواز زوبع لتلاوة البيان، فليتفضل مشكورا. بيان إلى الرأي العام. بعد انتصاراتنا المتتالية لقوات سوريا الديمقراطية بتشكيلاتها المتعددة في مواجهة أعتى قوى الإرهاب بنيابة عن العالم أجمع، قدمنا الآلاف من الشهداء من جميع المكونات والانتقال إلى مرحلة التنوير والبناء. وبعد قطع تركيا لما لها في مشاريعها العثمانية نتقدم باستجاهها عن المشاركة في رعاية المنطقة الآمنة المزعومة من قبلهم، حيث قدمت تركيا على حشد قواتها على حدودنا الشمالية استكمال مشروعها الاحتلالي على غرار، عفرين، الباب، اعزاز، جرابلس، ادلب. فاننا قوى سياسيه وثقافيه وعشائريه ومؤسسات المجتمع المدني بكافه مكوناته في شمال وشرق سوريا نطالب اولا تحمل المجتمع الدولي كامل مسؤوليته ازاء هذه التهديدات المخالفه لقرارات الهيئات الدوليه. اثنين، فرض حظر جوي على مناطق شمال شرق سوريا. ثلاثة، فرض منطقة آمنة بإشراف دولي واستبعاد تركيا من المشاركة فيها. أربعة، يسبب إقدام تركيا على تصدير أزمتها الداخلية إلى دول الجوار ودعمها المستمر للإرهاب العالمي، فإننا نطالب المجتمع الدولي أزمتها باحترام المواثيق الدولية وقرارات مجلس الأمم وحماية المدنيين. خامساً، نطالب التحالف الدولي بالوفاء بالتزاماته تجاه المؤسسات العسكرية والمدنية. وفي الختام، نحن قوى سياسية وثقافية وعشائرية ومؤسسات المجتمع المدني نعاهد قوات سوريا الديمقراطية بأننا سنكون صفاً واحداً في مواجهة العدو التركي على مناطقنا للأمن في شمال السوري وفاء لدماء شهدائنا. ليش ما نسوي لنا العديد الجاي صراحة؟ في هذه المناسبة العظيمة بمقاومة سريكانية، نحن كشعب الحسكة بكردها وعربها وشركسها ومسيحية بجميع القوات الموجودة، نحن صامدون في خندق واحد. والآن في سريكانية نقاوم وسنناضل ونضحي